لما دخلت الكلية أول ترم ما لقيتش حد يقول لي أذاكر منين ولا المفروض كنت أعمل إيه. وعشان كده أول ترم كنت داخل تايه جدا في سنة أولى. فعشان كده قررت أعمل الفيديو ده لأن ما لقيتش حد أصلا بيتكلم عن تفاصيل مصادر المذاكرة في تجارة إنجليش. بدأت أتأقلم على الكلية من تاني ترم، والحمد لله تاني ترم كان بالنسبة لي أسهل بكتير من أول ترم، لأن أول ترم كنت داخل الدنيا متلخبطة جدا. ممكن نقول ان احنا عندنا 3 مصادر للمذاكرة، كل مصدر فيه كذا عنصر كده. اول مصدر وده بيكون داخل الكلية عادي، وده بيبقى عبارة عن الكتب، المحاضرة، الدكاترة. الكتب طبعا بتنزل لك PDF وتقدر ان انت تذاكر منها، تلخص منها، تترجم منها اي حاجة انت عايزها لو انت بتحب تذاكر من الكتب. بالنسبة بقى للمحاضرة والدكاترة، فحضورك للمحاضرة وانك تسجل اي ملاحظات الدكتور بيقولها او اي سؤال بيقوله من تحت لتحت جوه المحاضرة، فده يعني يعتبر حاجة مهمة من اهم الاشياء ومن اهم المصادر برضو للمذاكرة. فاول مصدر بالنسبة لنا كده ان انت تسجل ملاحظات ورا الدكتور، تسجل الريكورد للمحاضرة، تروح تذاكر من الكتاب. نخش بقى على تاني مصدر. لو انت مش بتحضر كتير في الجامعة ومثلا مش بتحب الدش الكتير اللي في الكتب ولا الكلام الكتير، بيكون في مكاتب جوه الجامعة بينزل فيها ملخصات، بيكون فيها الشرح مترجم من الانجليش للعربي. وطبعا جروب الدفعة في ناس بتحب تعمل خير كده انها تكتب المحاضرات وتبعتها عليه او تسجل المحاضرة وتبعتها عليه. فمهم تبقى داخل في اي جروب بيتعمل جوه الجامعة، علشان لو في اي محاضرة مكتوبة او متسجلة تقدر ان انت تشوفها. وفي بعض القنوات على اليوتيوب بتعمل شرح، طبعا بتقدم شرح مجاني. لو حابين ان انا اجمع لكم القنوات دي كلها ونطلع نتكلم عليها في فيديو فتمام، ما عنديش مشكلة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وممكن نبقى نعمل فيديو بالقنوات دي قريب. تالت مصدر وده اخر حل خالص لو انت يعني جربت كل الحاجات اللي فاتت دي، فتبدأ بقى ان انت تلجأ للمصدر الاخير ده. لو في مواد مش عارف تفهمها من شرح الدكاترة او مواد مش عارف تذاكرها لوحدك من الملخصات اللي بتجيبها من المكتبة، فهتعمل ايه ساعتها؟ في الحالة دي هتضطر انك تاخد كورس اونلاين في المواد اللي ضايعة منك او المادة اللي واقعة منك في الكلية وانت مش قادر تفهمها من الدكاترة، او جربت انك تشتري ملازم مع نفسك وتذاكرها معرفتش. في ناس بتبقى خريجة من الجامعة وبيشتغلوا معيدين في جامعات خاصة او بيشتغلوا معيدين داخل الجامعة، فالناس دي بتدي كورسات اونلاين في المواد، سواء محاسبة، اقتصاد، رياضة، على حسب بقى هو بيدي كورس في انهي مادة. فبتحجز معاه عادي زي ما كنت بتعمل في ثانوية عامة مع رضا الفاروق والناس اللي انتوا عارفينها دي كلها، فبتحجز على منصة وتاخد كود وتشوف بيها المحاضرات. نصيحة لو هتاخد في كورس في اي مادة ما تنزلش سنتر نهائي، خلاص انت المفروض مرحلة ثانوية عامة دي تخلص منها. اي مادة واقعة منك وعايز تاخد فيها كورس خده اونلاين. بالنسبة للناس اللي داخلة معانا السنة دي سنة أولى تجارة إنجليش جامعة حلوان، أنا في جامعة حلوان. هسيب لكم جروب على الواتساب، الجروب ده هسيبه لكم في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت، لو حابين تدخلوا فيه هرشح لكم ناس معينة تاخدوا معاها اونلاين. وده مش اعلان لحد ولا كده، الناس دي انا اصلا يعني هم مش عارفيني ولا انا على علاقة شخصية بيهم، يعني تقدروا تدخلوا على الجروب وتبعتوا لي برايفت، حتى انا كمان مش هرشحهم على الجروب، يعني اللي عايز بس هو اللي يبعت لي برايفت ويقول لي انا محتاج اخد كورس في المادة الفلانية اخدها مع مين، وانا هرشح لك حد يكون فعلا خريج جامعة حلوان وبيشتغل في الجامعة او خريج جامعة حلوان وبيشتغل في جامعة خاصة بس بيدي كورسات اونلاين للطلبة اللي في جامعة حلوان. وطبعا الناس اللي في جامعات تانية غير جامعة حلوان تقدروا تسألوا الدفعات اللي هم اكبر منكم عن مين احسن حد بيدي كورسات في الكلية. وبس كده، دي كانت كل المصادر اللي بنذاكر منها واللي انا لما دخلت الكلية ما لقيتش حد يقول لي عليها. ونصيحة للمرة التانية بلاش سنتر، يعني بلاش حد يقول لك تعال انزل معايا السنتر ده احنا في كورس اكاونتنج وبيتشرح حلو في السنتر. لو انت جربت الاونلاين ولقيت نفسك ان انت مش نافع فيه ومش ملتزم بان انت تشوف الفيديو
وعايز تنزل سنتر فانت حر. بس انا بنصحك ان بلاش تعيد دايرة ثانوية عامة دي تاني، لان هتحس نفسك ان عندك اكتئاب وضغط وان انت مخلصتش ثانوية عامة وكأنها لسه مستمرة معاك. شكرا لو كملت الفيديو لحد هنا. ما تنساش ان انت تحط لايك على الفيديو ده علشان الفيديو ينتشر اكتر وكل الناس اللي دخلت تجارة انجليش تشوفه، علشان محدش يتوه زيي في اول ترم ليا في الكلية.